يلا كده يا اوام نلحق ونجيب الخضرة قبل ما تبقى في الصيف اسعارها نار. هتبقى الحزمة يعني بالسعر اللي احنا الكمية اللي احنا عاملينها دي كلها هتبقى بسعر حتة يعني 2 كده ولا 3 منها، مش هتبقى كتير خالص. شايفين ما شاء الله عملت كمية حلوة قوي قوي، خزنتها زي ما انتوا شايفين كده. انا مش هقولك هتقعد معاكي طول السنة، حسب بقى استهلاكك انتي واستعمالك. وكمان جففنا منها الحاجة اللي بتترمي فيها، يعني احنا ما رميناش كده من الخضرة بتاعتنا اي حاجة خالص. بس بالله عليكي انا طالبة منك خدمة، انك انتي تخشي تشاهدي الفيديو، تعملي الخطوات اللي انا هقولك عليها بالظبط. ان شاء الله باذن الله هتطلع معاكي ناجحة، وهيطلع معاكي تفريز الخضرة في منتهى الجمال. انا عندي بسم الله ما شاء الله كده الكمية دي كلها ب30 جنيه. اه والله الكمية دي كلها اللي احنا جبناها دي ب30 جنيه. وممكن كمان في البلاد هتبقى اكتر من كده يعني. اللي على فكرة الضوء ظلمه، هو مش في اصفر كده، بس مش عارفة ليه الضوء في المكان ده ظالم الخضرة. نبتدي كده على بركة الله ننضفه كويس جدا. هننضف الخضرة دي كويس قوي قوي، علشان نشيل منها يعني اي حاجة شراشيب فيها، اي حاجات مش مرغوب فيها والكلام ده كله. وهننضفها كويس قوي، هنغسلها حلو قوي قوي قوي. واهم حاجة بقى هقولها لك في الفيديو انك تعمليها فيها، هي دي اللي هتحافظ لك عليها، وهي دي اللي هتخلي لك الخضرة تطلع معاكي كأنك لسه جايباها دلوقتي حالا. هاقول لِك عليها هي إيه الطريقة اللي تخلّيها إن هي تطلع معاكِ في منتهى الجمال، يعني هتطلع كده خضرا بطريقة مش معقولة. هنشيل أي حاجة فيها، أي حاجة مش موجودة مش كويسة فيها هنشيلها. وطبعًا العروش بتاعتها زي ما أنتم شايفين كده إحنا ما بنرميهاش. العروش هنعملها هاقول لكم هنجففها إزاي، وهتطلع معاكِ ريحتها هتجيب من آخر الدنيا، وهتطلع معاكِ كده يمكن أحلى كمان من الخضرا، يعني أحلى من إنِّك أنتِ تطلّعي اللي هي بتاعة المفرّزة دي. المجففة بتبقى جميلة جدًا. نبتدي كده على بركة الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ده يعني أهم من كل حاجة. إذا كنا إحنا بس في المقدمة كده بنقول الكلام اللي بنقوله بس علشان إنِّك أنتِ تعرفي بداية الفيديو إيه. لكن هي طبعًا أهم حاجة إن إحنا نسمّي على الرسول صلى الله عليه وسلم كده، ونخش بقى ونبتدي نعمل الحاجة بنِفس كده. وطبعًا يعني الحاجات دي هتنفعنا كتير أوي في رمضان إن شاء الله، وهتوفّر عليكِ بقى الوقت كده زي ما إحنا بنقول كده تفريزات رمضان قبليها. لأ، دي الحاجات البسيطة اللي بنعملها دي بتنفع جدًا. في توابل بقى في إنِّك أنتِ مثلًا حطّيها مع الأكل، يعني حاجات كتيرة أوي. بُصّي أنا هاغيّر المَيّة كذا مرّة، أنا يعني يمكن كمان مش هاجيب إن أنا إيه باغيّر المَيّة كتير يعني ولا حاجة، بس أنا هاغيّر المَيّة كذا مرّة علشان ما يبقاش فيها أي تراب خالص، عشان هي بعد ما تتغسل الغسلة الأولانية دي كده مش هنغسلها تاني، مش هتتغسل تاني بعد ما تتقطّع. هي قبل ما تتقطّع لازم نغسلها كويس أوي كده، ونحط عليها خل وننقعها بقى شوية، وبعدين نغيّر المَيّة تاني ونغسلها تاني، ونروح حاطين برضه إيه حبّة خل تاني. الحاجات دي كلّها بتخلّيها زي الفل، وهي دي اللي بتطلّعها معاكِ ناجحة، وبتخلّيها إن هي كويسة جدًا ما فيهاش أي تراب ولا أي حاجة خالص. أي حاجة فيها بتطلّعيها بتشيليها منها وتنضّفيها كده زي ما أنتِ شايفة كده. إحنا كمان لسه كمان يعني لسه إحنا بس بنغسلها دلوقتي علشان إيه، ننضّفها كويس. لكن إن إحنا بقى ننظّمها، هي مش هتاخد معاكِ حاجة. أنا عملتها بالليل وتاني يوم على طول عملتها معاكم كده زي ما أنتم شُفتوها. يعني أنا كنت عملتها بالليل كده وسِبتها بقى للصبح تنشف طلّعتها بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، اللي أنتم هتشوفوها لسه يعني.
هنا باحط الخل بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باحبكم جدًا في الله، باحب الناس الجميلة المحترمة الحلوة اللي مهما أفضل أتكلم في الفيديوهات مش هاوفّي حقهم بصراحة. أنتم ناس جميلة وأنتم أنا مش هاجاملكم وهاقول لكم اعملوا لي لايك ولا الكلام ده كله، لأ أنا والله باحبكم في الله، وباحب كمان الأخت جدًا، جدًا اللي بتقول ربنا يجمعنا كده إن شاء الله كده، إن إحنا كلنا كده نبقى عند الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب، يا رب، يا رب يتقبل منِّك يا رب بحق الأيام المفترجة الكريمة دي. فيعني هو المفروض إحنا في الفيديوهات بتاعتنا ما بنقولش الكلام دوّة، بس إحنا بنحب بعض والله وبنوصّل لبعض الكلام الجميل دوّة على الطريقة دي. مع إن يعني ده خارج النطاق بتاع الفيديو، يعني هي في يعني ناس ما بيحبّوش إن هُم عايزين يشوفوا الفيديو أهم حاجة. بُصّوا بقى، هنا أنا بانضّف العروش دي كويس أوي، أوي، أوي كده زي ما أنتم شايفين، بانضّفها حلو جدًا وباطلّع منها أي حاجة. أنا عايزة بقى اللي هي مليانة دي، مش عايزة اللي بتبقى العروق الناشفة. هي الخضرة ما شاء الله كلّها حلوة وطازة، بس اللي فيها أمّا تبقى تلاقيها ناشفة كده ما تعملهاش، مش هتفيدِك بحاجة. أهم حاجة اللي هي الروس اللي هي بتبقى المليانة دي الحلوة دي، دي هنقطّعها كده أهوّة وهنحطها في صاج، والصاج دوّة أنا يعني هافتح الفرن وهاحطها في الفرن كده وأقلّبها. ما خدتش يعني هي خدت يعني بالأمانة كده خدت نُص ساعة. نُص ساعة كده في الفرن وكانت بقت ناشفة زي ما أنتم شايفين كده، عشان إحنا منشّفينها يعني غاسلينها ومنشّفينها كويس. بس أنا عشان ما رضيتش إن أنا أشغّل الخلاط بالليل، فأنا سِبتها لتاني يوم يعني أنا عادي يعني كان ممكن أعملها بالليل. شايفين؟ أنا ما باحبش الصوت العالي أبدًا والله، باحب يعني يكون الصوت حتى كده يعني هادي، ما باحبش الصوت العالي خالص، حتى في التصوير هتلاقوني إن أنا كاتمة الصوت اللي هو بيبقى عالي. طبعًا وأنتِ قاعدة كدهوّة هتتسلي يعني هتتسلي وهتجيبي الخضرة وهتغسليها وتقعدي كده قدّام التلفزيون وتعمليها وهتطلع معاكِ في منتهى الجمال والحلاوة، وما شاء الله باقول لِك يعني ب30 جنيه عملت الكمية الكبيرة دي، ولو عايزة أجيب تاني هاجيب تاني وأعمل، مش هياخد معاكِ وقت خالص والله. أنتِ لمّا هتعمليها مش هتحسي خالص بالوقت. بس لازم تقطّعيها بقى صغنّن كده علشان إيه على طول تبقى إيه تنشف بسرعة معاكِ. هاحطها في البوتاجاز بقى وارجع لكم تاني. هنا بقى خلاص هاجيب بقى اللي هي الخضرة هاقطّعها. برضه بانظّمها كده وبانضّفها ولو ما لو فيها أي حاجة. أهم حاجة بقى في الخضرة إنِّك أنتِ تعملي إيه بقى، تنضّفيها كويس كده وفي نفس الوقت كمان تقطّعيها صغيّر جدًا، على قد ما تقدري قطّعيها صغيّر. ليه؟ علشان ما تبقاش فيها عروق ولا أي حاجة خالص، قطّعيها صغيّر كده هتطلع معاكِ بعد أمّا تطلّعيها وهتحطّيها في الحاجة على طول جاهزة. مش هتاخد معاكِ أي وقت خالص وهتبقى كويسة جدًا. يبقى جرّبيها وقولي لي إيه رأيِك. تمام؟ أنا بس هنا بانظّمها كده علشان أمّا آجي أقطّعها صغيّر تبقى باينة يعني أبقى مورّياكِ إن هي عاملة إزاي. أهي باقطّعها صغيّر أوي، ما باقطّعهاش كبير خالص، علشان العروق بتاعتها دي أمّا تيجي تحطّيها بعد كده بقى تبقى إيه، معاكِ كإنِّك لسه مطلّعاها دلوقتي. والله بُصّي أنا مش هافضل أحلف لِك، أنتِ هتجرّبيها وهتشوفي، بس بالله عليكِ خلّيكِ زي ما أنا باقول لِك كده، خلّيكِ ماشية على الخطوات، وأهم حاجة في ده كلّه في التفريز إن يعني تبقى ناشفة خالص. أنا عملتها من بالليل وسِبتها على الملاية اللي أنا المفارش اللي أنا حاطاها دي، لحد ما نشفت خالص ما بقاش فيها نقطة مَيّة.
إذا كانت الملوخية أو الخضرة اعمليها بالطريقة اللي هي إنِّك أنتِ تخلّيها كده هتبقى معاكِ جميلة جدًا. طبعًا إحنا قبل كده عملنا الملوخية، وأول ما بتطلّعيها من الفريزر لأن إن شاء الله بإذن الله عندي منها، فأول ما أطلّعها من الفريزر وآجي أعملها هاورّيكِ إن أنا باعملها إزاي في الخلاط، وبتطلع إنِّك أنتِ لسه جايباها دلوقتي حالًا. إحنا الحاجات دي كلّها بنوفّر على نفسينا، يعني مش عايزين بُصّوا بقى أنا بُصّوا فردتها على الملاية كلّها كده، فردتها خالص، طبعًا إحنا في الشتا وما فيش ولا مراوح ولا الكلام ده كلّه، ما نقدرش إحنا اللي هننشف مش هي اللي هتنشف لو إحنا فتحنا المروحة، فأنا بافردها كده كويس أوي، أوي بالطريقة دي، وهاسيبها بقى لتاني يوم أغطّيها واسيبها لتاني يوم، والصبح هاورّيكم عاملة إزاي ما فيهاش نقطة مَيّة، ودي نجاح أي خضرة بتشيليها. يعني عشان الخضرة تنجح معاكِ اعمليها بالطريقة اللي أنا قايلة لِك عليها دي. طبعًا هاورّيكِ دلوقتي المجفف شايفين؟ ده كان برضه كنت باوريه لكم كده بالليل، أنا كنت فردت الخضرة وغطيتها وسِبتها، وباوريكم كده إن أنا طلّعته من البوتاجاز وشايفين إن هو مقرمش كلّه وزي الفل. هو يا دوبك بس يتضرب في البتاع المطحنة بتاعة الخلاط، وهيبقى معاكِ ناعم وزي الفل. ده تاني يوم بقى، تاني يوم الصبح كده، حتى أنا هاسمّعكم صوت العصافير، وإن أنا كده بعد ما صليت الفجر كده، قُلت بقى إيه، لأ أنا هاروح حاطاه بقى في الأكياس وأفرّزه وأشيله. حاجة كده يعني مش هياخد معاكِ حاجة أنا يمكن مطوّلة في الفيديو علشان بس أورّيكِ الخطوات بتاعة تفريز الخضرة، لكن والله هي مش طويلة خالص ولا أي حاجة. والخضرة المجففة دي ممتازة، يعني أنتِ لو ما عندكيش فريزر وعايزة تجففي الخضرة دي كلّها اللي إحنا عاملينها دي في الفرن، هتعمليها بنفس الخطوات اللي إحنا عملناها في العروش بتاعة الخضرة. هتعمليها كده. على فكرة ممكن تعملي البقدونس لوحده، والكزبرة لوحدها، والشبت لوحده، بس طبعًا أنا عاملاه على بعضه على أساس إن أنا لمّا أطلّعه مثلًا هاعمل بيه محشي هيبقى كلّه على بعضه، هاعمل بيه كفتة هيبقى الخضرة على بعضها، أنتم واخدين بالكم؟ لكن أنتِ لو عايزة تعملي كل حاجة لوحدها اعمليها براحتك خالص. هاجيب بقى الأكياس كده وهاشيلها، أحطها فيها. أهم حاجة في الخطوات اللي أنا باقول لِك عليها دي، هتطلّعي الهوا من الكيس كويس أوي، حتى برضه لو أنتِ منشفاها بالطريقة دي، لازم تطلّعي الكيس تطلّعي منه الهوا كويس أوي، يعني تقرصي عليه كده وتعمليه كده. أنا عملته بالطريقة دي وهاجيب كيس كبير بقى وأحط فيه كل الأكياس، لمّا آجي أطلّع مثلًا كيس منها، يعني أنا هاعملها كده بأستك دلوقتي. أمّا آجي أطلّع كيس هاقطمه يعني مثلًا عايزة آخُد نُصّه، عايزة آخُد نُص الكيس مش عايزة آخده كلّه، هاقطم منّه اللي أنا على قد ما هاخد، وأروح قافلة الكيس تاني كويس أوي وحاطاه تاني. شايفين اللي جفّفناه ما شاء الله ما طلعش منّه أي حاجة، هنا باقول لكم حتى القش بتاعه ما طلعش منّه أي حاجة خالص، يعني يعتبر الخضرة ما رميناش منها أي حاجة. على فكرة أنا قبل كده عملت برضه المجفف دوّة، عملت منه الشبت لوحده وكده والبقدونس، برضه لو أنتِ عايزة تعملي نفس الخطوات في الشبت والبقدونس هتعمليه بالطريقة دي، جميل في منتهى الجمال، ريحته جميلة جدًا، عايزة أقول لِك يعني ممكن المجفف ده لو زي ما عندكيش فريزر هتعملي فيه. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم، هُم طلعوا شوية قليلين عشان طبعًا إيه العروش طلّعت منها اللي هي الحاجات اللي ما لهاش لازمة،
فطلعوا حبّة قليلين. أنتِ بقى لو عايزة أنا دول مخلّياهم على جنب عشان أعمل بيهم حاجة. ويا رب الفيديو النهارده إن شاء الله كده يعجبكم. إحنا عملنا 7 أكياس، وال7 أكياس مليانين مش قليلين، يعني ممكن زي ما باقول لِك كل كيس هتعمليه على مرتين، الخطوات دي امشي عليها وإن شاء الله هيعجبِك جدًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله. ويا رب بإذن الله لو الفيديو بيعجبِك واستمتعتِ بيه أو استفدتِ منه بحاجة، إن شاء الله تعملي لي لايك كده، ومع ألف سلامة وفي رعاية الله. وباحبكم جدًا، 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 جدًا في الله.